احنا النهارده في نادي المؤسسه، فرع نادي سموحه في القليوبيه. هتقول لي نادي سموحه في اسكندريه، اقول لك لا، زي ما انت سمعت صح، في نادي سموحه موجود هنا في القليوبيه، بالتحديد في نادي المؤسسه العماليه بشبرا الخيمه. احنا موجودين النهارده. الاكاديميه دي يا جماعه من احسن الاكاديميات اللي موجوده في مصر. اكاديميه فيها كل حاجه ابنك ممكن يتعلمها، سواء التزام في الملعب، بره الملعب، جميع الاعمار السنيه موجوده هنا. فعلا الشغل اللي بيتقدم هنا مش موجود في اي حته غير في اكاديميه نادي سموحه. طبعا بقياده كابتن الهامي ومع مجموعه من المدربين الكبار جدا. اوعدك ان ابنك هنا هيشوف حاجه مش هيشوفها في اي اكاديميه تانية. هنعمل لقاءات النهارده مع اولياء الامور ومع المدربين ومع كابتن الهامي، باذن الله هتستمتعوا معانا النهارده. مساء الخير. مساء النور. تعرف بحضرتك؟ مصطفى ابو طالب. ابن حضرتك بقاله قد ايه هنا في سموحه؟ بقاله سنه و8 شهور. عرفت الاكاديميه من خلال ايه؟ ابن اخويا كان فيها قبل ب5 سنين، فهو كان هنا فجيت يعني. شايف ايه الاكاديميه بتدينا لابنك غير مش موجود في اي اكاديميه تانية؟ ايه الميزه اللي موجوده هنا مميزه باكاديميه نادي سموحه؟ والله نقول انضباط، نقول معامله كويسه، برضه مدربين كويسين يعني على مستوى كويس. عايزين نتكلم بسرعه شويه، ايه الحاجه اللي انت شايفها ناقصه شويه في الاكاديميه عايزين نشتغل عليها، او الحاجه اللي انت تطمح انها تكون موجوده في المستقبل؟ يعني الاحتكاك، يعني احتكاك مع فرق بره اكتر. انا شايف ان لو في احتكاك اكتر هيكون احسن. شايف ابنك طيب يشبه مين من اللعيبه اللي موجوده سواء اوروبيه او محليه، اللي انت انا شايف ده ابني، حاسس اللي هو ابني؟ انا اجيبه لك مثلا يدي على هالاند. ايه دي؟ هو فيرود، هو رقم 9 يعني صريح؟ لا بيلعب، هو انت عارف لسه الكابتن طعيمه يعني. هو مواليد 2000 وكام؟ 17. طيب بس بتبان بوادر يعني. يدي على هالاند طول بعض. باذن الله يبقى احسن من هالاند. ان شاء الله. شرفت بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. تعرف بحضرتك؟ عصام صالح. ابن حضرتك بقاله قد ايه هنا موجود في الاكاديميه؟ الكبير ولا الصغير؟ ده في اتنين، انت فاتح هنا. انا ابني الكبير بقاله 11 سنه. حلو. 10 سنين وشويه يعني، دخل في 11 سنه. حلو. والصغير بقاله 3 سنين دلوقتي. طيب انت عرفت الاكاديميه من انت بقالك 10 سنين، فانت عرفت الاكاديميه من 10 سنين ازاي؟ من 10 سنين الكابتن الهامي كان في اعلان وكده، فالمهم جبت ابني الصغير كان عنده 3 سنين، كبير قصدي كان عنده 3 سنين. 3 سنين و4 اشهر، هو دلوقتي عنده ماشي في ال 14. فالمهم جبته وجربته وبتاع، كان كابتن الهامي كان بيدرب وكده الاول وعجبني صراحه يعني. فاستمر بقى هو دلوقتي في البراعم ابني الكبير، في دلوقتي السنه دي ان شاء الله هيلعب 11، والصغير هو 3 سنين الحمد لله. طب انت واحد من اولياء الامور اللي بقى لها كتير قوي مع اكاديميه سموحه، يعني انت شفت البدايه لغايه دلوقتي. تمام. ايه الحاجات اللي انت شايفها اضافت لابن حضرتك وشايف اللي هو اتطور؟ انا بتكلم على ابنك الكبير اللي هو بقاله اكتر من 10 سنين. يعني انت شايف ايه قبل الاكاديميه وما بعد الاكاديميه؟ طبعا هو السن اختلف، بس انا شايف يعني ايه العقليه اتغيرت في ايه؟ في كل حاجه طبعا، في كل حاجه يعني، مثلا كسلوكيا، دينيا، لان الكابتن الهامي دايما حريص على النقطه بتاعت الدين، حفظ القران. وحتى في الدراسه كابتن الهامي كان دايما يجتمع بينا يقول لنا اي عيل ياثر في الدراسه قولوا لي عليه، ودي حقيقه يعني، كان هو دايما يجتمع بينا كده. مساء الخير. مساء النور. تعرف بحضرتك؟ ممدوح بوب، اسم الشهرة بوب. ابن حضرتك بقاله قد ايه هنا موجود في الاكاديميه؟ وانا والله كنت عاوز اقدم له السنه اللي فاتت، بس بسبب الدراسه اجلت الموضوع شويه. فلقيت فيه حته ان هو بيحب الكوره قوي ومهتم بيها، فابتديت اقدم له من الاسبوع اللي فات، وابتدى يمشي معاهم كويس. طب انت عرفت الاكاديميه منين؟ ايه والله معظم اصحابي مدربين فيها. فده سبب ان انا جبته هنا، لان انا عارف ان هم بيهتموا بالاطفال كويس وبيأسسوهم كويس وبيبتدوا يشتغلوا معاهم شغل تأسيس في كرة القدم كويس. فابتديت اجيب ابني وان شاء الله خير، اتمنى التوفيق ليه باذن الله. طب ايه اللي حضرتك بتأمل؟ انت لسه حضرتك بقالك اسبوع هنا، فايه اللي حضرتك بتأمله الاكاديميه تديه لابن حضرتك او تشوفه في ابن حضرتك؟ انا بتمنى ان هي تعلمه كرة القدم صح، انها تأسس الولد صح، وتبتدي تمشي معاه المشوار من بدايته واحدة واحدة. يعني مش عاوزهم يستعجلوا عليه، وفي نفس الوقت لو لقوا فيه حاجة كويسة يبتدوا يأهلوه لمرحلة أعلى، إن هو يبقى موجود في مكان أحسن، إن هو يبقى موجود في ليفل أعلى. فدي بقى هترجع للأكاديمية وهترجع برضه لمستوى الطفل لما نشوف الدنيا هتمشي إزاي. طب نخش بقى شوية في الكورة. عارف ان حضرتك كروي قوي، شايف ابن حضرتك يشبه مين من اللعيبة اللي موجودة في مصر أو أوروبيا؟ شايف اللي هو ابني في من اللعيب ده شوية؟ هو عامة بيحب كريستيانو رونالدو، تمام؟ أنت شايف وأنا زملكاوي، بس أحمد ابني بيحب إمام عاشور قوي وزيزو قوي.
فاتمنى انه يبقى زيهم. كان زيزو عادي، لكن هي دلوقتي لا ملهاش علاقه باهلي وزمالك، هو في لعيب مفضل بالنسبه له هو بيحبه. انا ما اقدرش اجبره ان هو يحب لعيب من الزمالك او يحب لعيب من الاهلي، هو بيحب زيزو وامام عاشور قوي، فاتمنى انه يبقى حتى نصهم مش زيهم. باذن الله يبقى احسن منهم باذن الله. اتشرفت بحضرتك. حبيبي تسلم يا سيف. شكرا لحضرتك. مساء الخير. مساء النور الاخبار. تعرف بحضرتك؟ احمد معاك. ابن حضرتك يا استاذ احمد بقاله قد ايه موجود هنا في الاكاديميه؟ والله النهارده تاني يوم يعني تاني سيشن ليه يعني فربنا يوفقك. حلو. طب يعني انت لسه يعتبر جديد في ايه اللي حضرتك نفسك يكون الاكاديميه تديه لابنك؟ شايف ايه ابنك يخرج من الاكاديميه ازاي مستفاد وانت لسه تقريبا ده تاني يوم؟ والله انا نفسي اللي هم ينموه يعني الطفل في الاول زي ما بيقول لك ايه، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فانا اتمنى الاكاديميه ان شاء الله اللي هي تعلمه يعني وتوصله للمستوى اللي انا عايزه يعني. باذن الله انا اوعدك بده باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرمك. طب نروح بقى كرويا شويه. شايف ابن حضرتك شبه مين من اللعيبه اللي موجودين في مصر او في اوروبا؟ انا يونس ميستو اللي هو شمال يعني اشول، انت فاهمني؟ فعندنا احنا الشمال عندنا في مصر. هو مواليد كام بس؟ 2020. طيب يعني بيبان دلوقتي اللمسه كده بتبان. بالظبط كده، يعني هو ان شاء الله مميز في ديت، فاتمنى بقى اللي هو يكون بقى حاليا زي علي معلول بقى، محدش باك ليفت، حاسس اللي هو باك ليفت. ان شاء الله يعني باذن الله يبقى احسن من علي معلول ان شاء الله ربنا يكرم. مساء الخير. تعرف بحضرتك؟ حسام عيد. ابن حضرتك بقى له قد ايه هنا في الاكاديميه؟ محمد حسام كده سنتين. طيب انت عرفت طريق الاكاديميه منين او عرفت الاكاديميه ازاي؟ هو انا ساكن هنا من جزيره الوراق، فطبعا شغلي بروح على شغلي، فالمكان يعني جنبنا على طول، فعرفنا بصراحه. جينا كنت انا جايبه في 2000 وكان هو عنده 5 سنين كده، بس قعد وبعد كده جبته تاني بقى له سنتين كده مواظب على التمرين هنا، وبصراحه وكابتن الهامي معايا يعني. طب انت حضرتك شايف ايه الميزه اللي موجوده هنا في الاكاديميه اتضافت لابنك ومش موجوده في اي اكاديميه ثانيه؟ ايه الحاجه اللي بتميز اكاديميه نادي سموحه؟ بص، اللي انا شفته هنا انضباط، يعني الانضباط هنا حاجه متفق عليها من جميع اولياء الامور، كل اولياء الامور اللي وقفوا قالوا الانضباط. بصراحه هو كابتن الهامي مهتم بالحته دي، موضوع الانضباط والموضوع ان العيال يبقى حتى في ادب واحترام والكلام ده، هو مهتم بالحته دي بصراحه يعني. مع كل مفيش حد عنده يعني ما بيميزش حد عن حد، هو كل الموضوع ماشي على الناس كلها. طب انت ايه الحاجه اللي انت حابب ان انت تشوفها في الاكاديميه الفتره الجايه، الاضافه اللي انت نفسك تكون موجوده؟ هي الاضافه الوحيده ان احنا نفسنا يعني الاولاد هنا يطلع منهم حد لسموحه الانديه تانية ماشي، يعني ده اللي المفروض فعلا يتم الايام الجايه. طب رئيس الاكاديميه بصراحه يعني عشان تبقى عارف. وفي الاخر كده، طب شايف ابنك يشبه مين من اللعيبه سواء محليا او اوروبيا؟ حاسس ان اللعيب ده فيه من ابني او ابني اللي فيه منه؟ هو انا ابني بيلعب اشول. عندك بقى كتير شول كتير حريف. لا هو بيلعب اشول، هو عامل زي محمد عبد الشافي بتاع الزمالك. اما باك ليفت اهو. طب كويس قوي. باذن الله يبقى احسن محمد عبد الشافي يبقى باك ليفت الاساسي بتاع منتخب مصر باذن الله. باذن الله. شرفت بحضرتك. حبيبي يا كابتن تسلم. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. مساء النور. ابن حضرتك بقى له قد ايه هنا موجود في الاكاديميه؟ ابني بقاله سنة كده، داخل في سنة وشوية. طب عايزين نعرف ابن حضرتك اسمه ايه عشان برضه ابننا نعرف اسمه ايه برضه. ياسين. واسم حضرتك؟ محمد. طيب ايه اللي انت شفتيه في محمد؟ بقاله كام سنه؟ تقولي سنتين صح؟ في خلال السنتين دول ايه الميزه اللي الاكاديميه ضافتها له؟ بقت موجوده فيه ما كانتش موجوده فيه قبل السنتين دول بتوع الاكاديميه؟ بالنسبة لياسين هو في تقدم ملحوظ يعني ما شاء الله. كابتن إلهامي في تعليمات معينة مديها للمدربين ماشيين عليها، وفي تقدم على طول. حتى احنا لما بنشوف حاجة مثلا في كابتن مقصر او عندنا اعتراض على اي حاجة بنبلغ كابتن إلهامي، هو فورا بيشتغل على ده. وبنلاقي في تطور دايما ملحوظ بالنسبه للعب، بالنسبه لمستوى الطفل، وبالنسبه كمان للاكاديميه وتطورها والتجديد اللي تم فيها. فبسم الله ما شاء الله يعني كابتن إلهامي مش بيخلي فيه اعتراض وقت اصلا ان احنا نعترض على حاجه. يعني احنا لو اعترضنا على حاجه هو فورا بيكون قايم على ده وفي احسن صوره. ابن حضرتك بقاله قد ايه طيب؟ بقاله سنه بالظبط. نفس السؤال برضو، ايه الاضافه او ايه الميزه اللي ابن حضرتك استفادها من الاكاديميه؟ هو في تقدم فعلا في اللعب وفي السلوك نفسه كمان. انا عندي ابني ما بيلعبش في الشارع اصلا، بس عنده بقى دلوقتي حب في لعب الكوره قوي. يعني لو مثلا جه عمل حاجه غلط مش هتروح النادي، لا هو لا انا هعمل عشان خاطر انا حابب النادي، حابب كابتن سما، حابب كابتن مصطفى، حابب كابتن الهامي، حابب عمل حاله كويسه هنا. هو تقدم في كل حاجه، حتى في مستوى التعليم نفسه. لا انا هذاكر عشان خاطر انا عندي اخر الاسبوع عندي رايح التمرين، الكابتن هتزعل مني ايا كان
بس في تصرفاته عامه يعني. بس لا بامانه في تقدم في المستوى، في السلوك، في كل حاجه. وزي ما برضو قالت برضو ان الكابتن الهامي بيقبل مننا اي شكوى، ولو جينا اعترضنا فعلا فيه ان هو ايه، لا انا باخد معاكي وبدي معاكي في الكلام، ان انا هتقبل منك الكلام ويطبق فعلا. في مثلا في مستوى طفل لا طب بالراحه، طب مش عارف ايه، بيتعامل معاه مع الكابتن برضو. بس بامانه ما فيش اي غلطه في النادي بامانه يعني. تعرف بحضرتك؟ محمد سعيد. ابن حضرتك هنا بقاله قد ايه؟ بقاله سنة. طب انت عرفت طريق الاكاديميه ازاي او من خلال ايه؟ يعني عن طريق هما الجروب والكلام دوت، فدخلت من خلال السوشيال ميديا يعني. السوشيال ميديا. طب ايه الحاجه الاضافه اللي الاكاديميه ضافتها لابن حضرتك؟ هي أكاديمية كويسة يعني، كفاية إن هي مثلا بتهتم بنظام الغذاء للعيل مع الدراسة مع الكلام دوت، فيعني هي كويسة، أكاديمية كويسة. طب ايه اكتر حاجه حضرتك بتامل اللي هي تكون موجوده في الاكاديميه الفتره الجايه في المستقبل ولابنك بالتحديد؟ والله أنا شايفها أكاديمية كويسة، مش محتاج إن أنا أضيف حاجة جديدة بالنسبة اللي هم عاملين حاجات كتير، فهي مش محتاج إن أنا أضيف حاجة جديدة. مساء الخير. تعرف بحضرتك؟ ابن حضرتك هنا بقاله قد ايه؟ يعني تقريبا سنة اهو، داخل في سنة. عرفت طريق الأكاديمية من خلال إيه؟ عن طريق الإنترنت. سوشيال ميديا، فيسبوك. تمام. طب في خلال السنة دي إيه اللي أنت شفته في ابن حضرتك؟ إيه الميزة اللي الأكاديمية ضافته لابن حضرتك؟ لا هو أصلا كان جاي يعني ما كانش ليه في كورة خالص يعتبر، بس مع كابتن رضا يعني مستواه اتحسن، بقى أحسن من الأول بكتير. هو احنا شغالين مع كابتن رضا اهوت، يعني مستواه شغال بيتحسن بإذن الله. طب إيه الحاجة اللي أنت بتأمل تكون موجودة في ابنك الفترة الجاية وفي الأكاديمية تضيفه لابن حضرتك في المستقبل؟ ان مهاراته تتم شويه يعني. لسه هو كابتن رضا موظفه مثلا من الدفاع، لسه بنشوفه مثلا خط وسط، عايزه يلعب كرة أكتر واحتكاك يعني أكتر. طب نفسك يكون موجود زي مين في اللعيبة اللي موجودة دلوقتي في الدوري المصري أو في أوروبا؟ يكون شبه مين؟ انا عن نفسي بحب كريستيانو. كلنا بنحب كريستيانو، بس هو ابن حضرتك بيشبه لمين؟ هو طريقه لعبه مثلا يعني، قول مثلا لو انا في الدفاع، لو في الاهلي زي ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم باذن الله يبقى احسن من ياسر ابراهيم. دلوقتي لاهم الناس اللي هي ابنك في ايديهم، المدربين. تعالى كده هنعمل لقاء مع المدربين. اول مدرب معانا كابتن ديبو. كابتن ديبو، روح يا عمار. عامل ايه يا كابتن؟ يا ولد شغلك باين حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. ايه اكتر حاجه هنا بتشتغل عليها مع اللعيبه اللي موجوده؟ انت دلوقتي بتشوف المدربين في الدوري المصري موجوده كتير، بس عندنا مشكله في تطوير اللعيبه. اللعيبه دايما بنسمع كلمه الناشئين مش متاسسه صح. بالظبط. ايه بقى الحاجه اللي انت بتحاول تشتغل عليها مع اللعيبه عشان ما نسمعش الكلمه دي؟ احنا في البدايه طبعا لازم نشتغل على الاساسيات بتاعه اللاعب، اللي هو ازاي يباصي الكوره، ازاي يعمل الدريبل بتاعه بالكوره. دي الاساسيات بتاعه الكوره. في لعيبه كتير زي ما انت بتقول كده في الدوري الممتاز ما عندهاش الاساسيات بتاعه الكوره اصلا. تلاقي اللعيب ما عندوش الباص الصح، الدريبل بتاعه بالكوره مفيش رشاقه ومرونه. فدي كل حاجه بنشتغل عليها في السن الصغير ده بالذات. لازم نعلمه ازاي ان هو يطلع الباص صح، الدريبل بالكوره امشي ازاي، اباصي لزميلي، افتح الملعب، الوقفه صح في الملعب. ده كله لازم نعمله في التمرين للسن الصغير. عايز اتكلم معاك شويه. في مصر دايما بيقول لك في مشكله في الناشئين اللي هي بتطلع متاسسه غلط كتير. فايه اكتر حاجه انت بتحاول تشتغل عليها مع اللعيبه عشان اللعيبه اللي تطلع من هنا ما نسمعش كلمه اللي هو مش متاسس صح دي، بالذات اللي انت بتشتغل مع لعيبه في سن صغير؟ دايما السن الصغير دوت، اولا انا واحد بستمتع اصلا بالشغل مع السن بتاع البراعم ده، عشان هي الفكره اللي انت لسه بتقولها حالا يعني. ايه هي الحاجات اللي بشتغل عليها؟ اولا البوزيشن بتاعه في الملعب، ازاي يقف بأني طريقه في كل موقف لعب عشان يستلم ازاي يحرك الكوره، ازاي امتى يلعب لعب جماعي وامتى يشتغل لعب فردي، وقوفه في الملعب اصلا في كل موقف لعب لازم يبقى واقف ازاي، امتى يبدا تاني يبدا من تحت لو هو مزنوق، يبدا يلعب امتى يقدر يطلع فوق تاني. ستيب باي ستيب كده، واحده واحده بنقعد نحفظ الولاد ونقعد نوقف كل شويه. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اوقف التمرين اكتر من مره عشان اصلح للاعب يعني ما عنديش مشكله ان اوقف التمرين واصلح لاعب. حتى التكنيك الحركه بتاع اللاعب نفسه ما عنديش مشكله ان اوقف عشان اشرح له ازاي تبقى واقف، ازاي وضع جسمك في كل اهم حاجه يطلع ياخد التمرينه 100%. لازم يبقى واخد يعني، هو اصلا اللي هيطلعه يعني الشغل بتاع البراعم ده هو تحضير للخطوه المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الناشئين. فلو هو طلع من المرحله دي مش فاهم الاساسيات بتاعته ولا واقف على رجليه كويس، ان هو عنده وعي فاهم البوزيشن بتاعي ده شغال ازاي،
او اشتغل بأني طريقه المفروض ابقى واقف ازاي. الحاجات دي كلها واحده واحده كده لحد اما يبدا يبقى ده يأهله يعني هو يبقى في المرحله بتاعت الناشئين دي. ومعانا كابتن مختار. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله بخير. ايه الاخبار؟ دايما في كلمه في مصر بنسمعها بيقول لك مفيش ناشئين في مصر، اللعيبه طالعه مش متاسسه صح. ايه الحاجات اللي بتشتغل مع اللعيب فيها علشان ما نسمعش الكلمه دي؟ طبعا اللعيب هنا بيجي لنا بقى لسه يعتبر لسه في مرحله التوافق الاوليه، يعني لسه ما يعرفش اي حاجه عن الكوره. احنا بناء عن حركته نشوف هو توافق اولي، توافق جيد، توافق آلي، نقدر نخصصه في المرحله بتاعته سواء A او B او C. نوع المرحله بتاعته بنبدا بقى نشتغل معاه شغل التخصص بتاعه، سواء ماشي بالكوره، ازاي يبدا ماشي بالكوره، انهي منطقه في القدم بتاعته اللي بيمشي بيها بالكوره، دي تاسيس صح. امتى يعمل باص، امتى امشي بالكوره، اتحرك لزميلي ازاي. انت بتشتغل مع لاعب على مستوى مراحل. المرحله الاولى الاول بتعلمه يعني ايه كوره وازاي يقف في الملعب. امتى بقى بتبدا تديله حاجات تكتيكيه 4-3-3 و4 الشغل التكتيكي اللي في الملعب؟ امتى بتبدا اللعيب ياخد الكلام ده؟ لما احس فعلا اللي هو هيقدر يستوعب الكلام ده. فعشان ما فيش سن معين، يعني في سن معين على حسب استجابه اللعيب من اللعيب. في لعيب استجابته هتبقى اعلى هديله السن ده هيفهم فيه. في لعيب ممكن اديله نفس الكلام ده هتلاقيه هو مش فاهم حاجه خالص، تقلب معاه حاجه لا انا مش عايز اجي تمرين تاني، انا مش عارف اعمل التمرين ده، انا المجموعه اللي معايا اعلى مني. فبناء عن كده بنحط اللعيب في المجموعه المناسبه ليه، عشان لما نعمل اداء تمرين معين يبقى مناسب ليه يقدر يعمله، يبقى في تحدي بينه وبين نفسه. ممكن احط تمرين جامد قوي مع سن مش مناسب ليه، فالولد في احباط، مش عارف اعمل التمرين، في مشاكل معاه. ممكن ولد تاني لا انا عارف اعمل التمرين ده وعايز اعلى منه، هو نفسه هو السن. فبناء عن كده بنحط التمرين المناسب لكل لعيب. كابتن سما، كابتن سما عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ عايزين نتكلم شويه. انت حضرتك خريجه تربيه رياضيه صح؟ بالظبط. طيب ايه الحاجات، انت دلوقتي بتشتغلي مع اصغر مرحله موجوده، دي اصعب مرحله. ايه الحاجات اللي انت بتشتغلي معاها؟ لان دلوقتي الطفل النمو العقلي بتاعه اصلا مش كبير، فانت لسه بتعلميه حاجات بسيطه قوي، فدي مرحله صعبه جدا. ايه الحاجات اللي انت شغاله عليها عشان اللعيب ده يبدا يروح للمراحل اللي بعديها؟ هو اول حاجه ان السن ده اصلا كله اهم حاجه ان انا حبوه في اللعبه، بس هو هدفي الاساسي لحد ما يكون 2019 كده لحد ال5-6 سنين انا حبوه في اللعبه. فانا بشتغل معاه كل الشغل بس فن، ان انا ابدا احبوه في الكوره، اعرفه يعني ايه كوره، ان هو يبدا يحبها. بس بعد كده بقى في ناس مستوياتها مثلا بتبقى اكاديمي، في ناس مستواها بيبدا يعلى ان انا ممكن اطلعه براعم مش عارفه ايه، بس بعدين. نروح بقى معانا تاني كابتن مصطفى. كابتن عبد الله هجيلك. كابتن مصطفى عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ عايزين نتكلم كده شويه عن انت ازاي بتبدا تشتغل مع المراحل الصغيره دي. ايه الحاجات اللي انت بتديها لهم عشان اللعيب يحب الكوره ويبدا يبقى الكوره هي شغفه في الحياه، تشتغل مع مولود صغيره؟ بص حضرتك، يعني هو في مجال التدريب عموما يعني من سمات او من عناصر التدريب مراعاه الفروق السنيه او الفروق الفرديه فيما صح. كل سن بيبقى له طريقه معينه في الشغل، يعني السن الكبير غير السن الصغير. انا في السن الصغير ببدا ابتدي مع الطفل، هو في السن ده يعني مش عليه مسؤوليه، هو انا هنا جاي بالنسبه له هو زي نظام لعبه ترفيهيه، انا بدخله المجال بحببه في اللعبه، يحبها الاول عشان يقدر يستمتع بيها، عشان يقدر يستجيب بعد كده. معانا بقى عم الشغلانه، اي حد لاعب كوره لازم يكون عدى على الراجل ده، كابتن الهامي رئيس اكاديميه نادي سموحه بالقليوبيه. عامل ايه يا كابتن؟ حبيبي يا سيف، بنرحب بيك وبنرحب ببرنامجك في الاوضه في المؤسسه وفي اكاديميتنا حبيبي. الحمد لله يا حبيبي. انا بصراحه من اول ما دخلت انا منبهر بالمنظر. انا قلت انا مش في اكاديميه نادي سموحه، انا في نادي سموحه. انا اول ما دخلت حسيت ان انا في نادي سموحه. فطبعا ده خد منك وقت ومجهود، لان عمرك ما هتطلع حاجه زي دي غير باجتهاد وتركيز ونظام، ودي حاجه اولياء الامور كلها قالت عليها. فعايز اخد من حضرتك الحاجات اللي انت اشتغلت عليها عشان تبدا توصل للصرح الكبير ده. هو اهم حاجه اي حد عايز يشتغل عليها هو يبقى عارف هو عايز يدي ايه، او الموضوع بالنسبه له هو هيدي ايه للعيبه او لاولياء الامور او المدربين. المدربين ما شاء الله عليهم هو تعبهم قبل ما يكون تعبي، هو تعب المدربين. لازم حته النظام تبقى عاليه، المدرب ما ينفعش ينزل الملعب ويبقى بعد كده عايز هو هيقول ايه، يعني هو بياخد البرنامج بتاعه قبل ما ينزل التمرين، هيعرف هو شغال ايه اللي هيقوله في اخر بريك، هو هيقول ايه للعيبته، هيقول ايه لاولياء اموره. كل ده بيبقى محطوط قبل الوحده التدريبيه. لو حضرتك شايف طموح حضرتك اللي انت نفسك توصل له مع في اكاديميه نادي سموحه، انت وصلت لكام في المية منه؟ الحمد لله والله احنا كل سنه يعني شبه احنا عاملين لنفسينا كلنا ابديت.
كل سنه لازم يبقى فيه جديد، النظام لازم يبقى اعلى من السنه اللي قبليها، لازم نكون منظمين. الحمد لله انا بشكر الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس اداره نادي سموحه، طبعا لولا الدعم بتاعه احنا ما كناش وصلنا لدوت، هو داعم بشكل كبير جدا. دكتور احمد عبد اللطيف مدير الاكاديميات ودكتور تامر غباشي مركزين معانا، حتى في البرنامج التدريبي اللي محطوط للاكاديميه في مناقشات كبيره جدا معاه عشان نوصل لصالح الولد. لا الحمد لله السنه دي انا بشكرهم على كل اللي هم عاملينه معانا وعلى كامل الدعم لينا. ان شاء الله الحمد لله بعد العيد هيكون في كده مفاجاه عاملينها لاولياء امورنا تبقى تليق بيهم ان شاء الله باذن الله. وانا بشكر حضرتك لان حضرتك فعلا عامل حاجه مميزه فعلا. الناس كلها دلوقتي في منطقه شبرا الخيمه وغير شبرا الخيمه الاطفال الصغيره كلها رايحه تلعب كوره. الناس انت عملت فعلا حاله ما كانتش موجوده من زمان قوي، فانا بشكرك بشكل شخصي لان حضرتك فعلا حببت الناس في الكوره تاني. وانت كمان برضو سيف عامل حاله وبرضو بحييك على البرنامج بتاعك وبادئ من تحت الصفر. انت برضو عامل حاله وبرنامجك في القريب هيبقى في حته بعيد قوي. بتمنى لك كل توفيق واستناك تيجي لنا تاني ان شاء الله. بشكرك يا كابتن.